بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في مسائل اللفظية الخاصة بمنهج الصف الرابع الترم التاني إن شاء الله. أول مسألة بتتكلم عن مع عماد مبلغ 98.5 جنيها اشترى قميصا بمبلغ 76.75 جنيه. احسب ما تبقى. لحساب الباقي يبقى هنا بعمل خطوة طرح، بطرح المبلغ اللي كان مع عماد ناقص المبلغ اللي هو دفعه في شراء القميص. هنا طبعا هو اشترى قميص فقط، يبقى هنا الحل في خطوة واحدة هي خطوة طرح. يبقى هنا هحسب الباقي، يبقى ما يتبقى مع عماد هيساوي، واخد المبلغ اللي كان مع عماد 98.5 اطرح منه ثمن القميص اللي هو 76.75 جنيه. هساوي الخانات بتاعتي، حطينا صفر، بعد كده ابدا ان انا اطرح طرح عالي خالص. 0 ناقص 5 مش هينفع نستلف، يبقى هنا 4 0 10 10 ناقص 5 5 4 ناقص 7 مش هينفع هستلف، يبقى دي 7 ودي 14 14 ناقص 7 7 العلامة جيت اكتبها 7 ناقص 6 1 9 ناقص 7 2 يبقى ده الباقي معاه 21.75 جنيه. ده التمييز بتاعي. المسألة اللي بعدها زيها بالظبط، بس الفرق ان هنا مازن مع 35 جنيه، بس المرة دي اشترى كرة واشترى كتاب. طالما اشترى اكتر من شيء يبقى انا هنا عشان اعرف هيتبقى معاه كام يبقى لازم اعمل خطوتين. الخطوة الاولى جمع والخطوة التانية طرح. طيب هجمع انا ثمن الكرة وثمن الكتاب اللي هو اشتراه. هقول كده ما دفعه مازن او ثمن الكرة والكتاب. ما دفعه مازن هيساوي ثمن الكرة 9.5 زائد ثمن الكتاب. طبعا هنلاحظ هنا ان جايب الكتاب الكرة بوحدتها جنيه، والمبلغ اللي احنا دفعناه في الكتاب بالقرش، يبقى لازم احول انا القرش دوت الى جنيه. ازاي؟ ان انا اقسم على 100، يبقى 650 دي هحولها من قرش الى جنيه بالقسم على 100. لما اقسم على 100 العدد الصحيح لما اقسمه على 100 يبقى انا احط له علامه بعد رقمين، فيبقى الناتج عندي هنا 56 من 100. هبدأ أساوي الخانات، هلاقيها متساوية وأجمع 5 زائد 0 5 7 زائد 5 12 2 ومعايا الواحد. العلامة جيت أكتبها 9 زائد الواحد 10 10 و6 16 بالتمييز برضو جنيه. الخطوة اللي بعدها هحسب بقى الباقي. الباقي هنا هيساوي المبلغ اللي كان مع مازن اللي هو 35 جنيه ناقص اللي هيدفعه مازن في شراء الكرة والكتاب اللي هو 16 و25 من 100. هساوي الخانات برضو. العدد الصحيح بتاعي لما اطرح منه عدد عشري يبقى لازم احط له علامة عشرية هنا على يمينه هنا عشان ما اغيرش في قيمته. في ناس بتخطئ وتحطها على شماله فكده يبقى غيرت من قيمة العدد 35 وبالتالي المسألة كده تبقى خطأ كلها. انما عشان ما اغيرش في قيمة العدد بحط علامة عشرية على يمين العدد الصحيح. هنا عندي رقمين على يمين العلامة يبقى انا احط صفرين. ابدأ اطرح 0 ناقص 5 مش هينفع هستلف، الخانة اللي جنبها صفر هستلف من الخمسة، يبقى الخمسة هنا 4 والصفر ده هيبقى 10 بس هيستلف الصفر اللي جنبه 1 فهيبقى 9 وأول صفر ده هيبقى 10. 10 ناقص الخمسة 5 9 ناقص الاتنين 7 العلامة جيت أكتبها 4 ناقص 6 مش هينفع هستلف، يبقى التلاتة هنا تبقى 2 والأربعة تبقى 14 14 ناقص 6 8 و2 ناقص 1 1 ويبقى هو ده المبلغ المتبقي. يبقى عندي نوعين من المسائل لحساب الباقي. في مسألة بنشتري حاجة واحدة فبعمل خطوة واحدة بس طرح، في مسألة بشتري أكتر من شيء يبقى هنا بعمل خطوتين. خطوة أجمع فيها المبالغ اللي أنا دفعتها في شراء الأشياء اللي موجودة عندي في المسألة. الخطوة التانية طرح، إن المجموع اللي طلع دوت أطرحه من المبلغ اللي كان معاك. نروح على المسألة التالتة، هي نفس الفكرة. هنا معاه 500 جنيه وعايزة تشتري حذاء وتشتري حقيبة وتشتري فستان. عايزين نعرف المبلغ ده اللي هو 500 جنيه دي هتكفي لشراء هذه الأشياء ولا لأ. طيب عشان أعرف الكلام ده يبقى لازم أعمل خطوة جمع أجمع فيها ثمن الحذاء وثمن الحقيبة وثمن الفستان. يبقى هنا أقول له ثمن الحذاء والحقيبة والفستان اللي عايزة تشتريهم هنا هيساوي، وهجمع 99.8 زائد 45.75 زائد 70.2. هساوي الخانات، حطينا صفر وهنا صفر عشان يبقى هنا رقمين على يمين علامة ورقمين في العدد الصحيح. أبدأ أجمع 0 مع 5 5 مع 0 يديني 5 8 و7 15 15 و2 17 7 ومعايا
الواحد، يبقى 8 وسبعة 15 واتنين 17، 7 معايا الواحد، الواحد هيروح على التسعة يخليها 10، 10 وخمسة 15 وصفر 15، 5 معايا واحد، يبقى هنا 10، 10 وأربعة 14 وسبعة 21. ده المفترض المبلغ اللي أنا محتاجه علشان أشتري الحذاء والحقيبة والفستان. طب هناء معاه 500 جنيه، يبقى الفلوس اللي معاها كافية لشراء هذه الأشياء. يبقى هل يكفي هذا المبلغ؟ نقول له نعم يكفي هذا المبلغ. ليه؟ لأن المبلغ اللي أنا هشتري بيه الحاجات دي كلها أقل من المبلغ اللي موجود مع هناء. طيب في حالة إن هي لو هناء اشترت هذه الأشياء، يبقى عايزين نعرف هيتبقى كام. يبقى برضه هعمل خطوة طرح، يبقى ما يتبقى يساوي، يبقى ما يتبقى مع هناء هيساوي، وهطرح 500 ناقص إجمالي المبالغ اللي هتدفعها في شراء الحذاء والحقيبة والفستان اللي هو 215 و75%. نفس الكلام ده على الصحيح، هحط له علامة عشرية على يمينه عشان أطرح منه العدد العشري ده، وأحط صفرين عشان عندي هنا رقمين على يمين علامة. صفر ناقص 5 مش هينفع، هستلف ده صفر وده صفر ده صفر، يبقى هستلف من 5 تبقى 4، كل الأصفار دي هتبقى 9، وأول صفر استلف هو اللي بيكون 10. 10 ناقص 5 5، 9 ناقص 7 2، العلامة جت أكتبها، 9 ناقص 5 4، 9 ناقص 1 8، 4 ناقص 2 2، والتمييز برضه هنا جنيه. المسألة اللي بعدها، عمرو مع مبلغ 322 جنيها، وأخي محمد مع 85 و75% جنيه. واضح إن هنا في فرق ما بين المبلغين احنا عايزين نحسبه. طيب الفرق يحسب بالطرح، خطوة واحدة بس طرح. يبقى هنا الفرق بين المبلغين، المبلغ اللي مع عمرو والمبلغ اللي مع محمد، يبقى هنا نجيبها عن طريق الطرح. طب عشان أطرح دايما المطروح منه يبقى هو الكبير، يبقى أنا هاخد المبلغ الأكبر واكتبه الأول اللي هو 322، أطرح منه 85 و75%. برضه عشان أطرح عدد صحيح ناقص عدد عشري، يبقى لازم إن أنا أحط علامة عشرية للعدد الصحيح، فبحطها له على يمينه، وبعد كده أحط صفرين عشان هنا رقمين عندي على يمين علامة. هبدأ أطرح برضه بنفس الطريقة، صفر ناقص 5 مش هينفع، جنبها صفر مش عارف استلف منه، هستلف من الاتنين، 2 تبقى 1، صفر هيبقى 10 بس هيسلف الصفر جنبه 1 فيبقى 9، والصفر الأولاني خالص هيبقى 10. 10 ناقص 5 5، 9 ناقص 7 2، العلامة جت نكتبها. 1 ناقص 5 مش هينفع نستلف، يبقى الاتنين دي 1 والواحد هيبقى 11. 11 ناقص 5 6، والواحد ناقص 8 برضه مش هتنفع نستلف، يبقى التلاتة دي بقت 2 والواحد هيبقى 11. 11 ناقص 8 3، والاتنين ناقص الصفر 2، ويبقى هو ده الفرق بين المبلغين. نفس المسألة، سيف الدين معاه مبلغ 12.89 جنيها، وأخته سما معاها 3.19 جنيه. هو هنا عايز الفرق بس هيزود خطوة، إن هو عايز يقرب الناتج لأقرب جنيه. يبقى نفس المسألة السابقة بس هنزود خطوة تقريب في النهاية. طيب أنا عايز أحسب برضو الفرق، يبقى أنا هطرح على طول. يبقى الفرق برضو بين المبلغين هيساوي، وهكتب المبلغ الكبير الأول 12.89 ناقص المبلغ الأصغر اللي هو 3.19. هنا الخانات متساوية فأطرح على طول. 9 ناقص 9 صفر، 8 ناقص 1 7، العلامة جت أكتبها. 2 ناقص 3 مش هينفع استلف، يبقى استلف الواحد ده بقت 12. 12 ناقص 3 ب9 جنيها، وده الفرق. طيب هرجع بقى أقرب الكلام ده لأقرب جنيه، يبقى أقول يساوي تقريبا أقرب جنيه على الأقرب وحدة. يبقى العدد الصحيح اللي عندي هنا أو الوحدة اللي عندي هنا هي 9. طيب على يمينها 7 هتزودها 1، خلاص يبقى 9 دي هتبقى 10 جنيه، والعلامة هنا والرقمين اللي على يمينها ممكن أنا أستغنى عنهم خالص أو أستبدلهم بأصفار، فيبقى هنا 79 جنيها دي تقريبا عبارة عن 10 جنيهات، ويبقى هو ده الفرق اللي ما بينهم. يبقى الفرق اللي ما بينهم تقريبا كده 10 جنيهات. نروح على المسألة اللي بعدها. بيقول لي هنا طريق، الطريق ده طوله 55 كيلو متر، احنا عايزين نعمل له عملية رصف. طيب هنرصف الطريق دوت، فرصفنا منه جزء ولسه باقي جزء. طيب انا عايز اعرف الجزء اللي هيتبقى. يبقى انا عندي طريق، الطريق دوت عبارة عن 55 كيلو متر، انا جيت انا رصفت منه جزء. الجزء اللي انا رصفته ده عبارة عن 25 و78 كيلو متر، في جزء لسه لم يتم رصفه، انا عايز احسبه. طيب احسبه ازاي؟ يبقى برضه هحسبه عن طريق الطرح. هطرح طول الطريق كله ناقص طول الجزء اللي تم رصفه. يبقى هنا كم كيلو مترا بقى دون رصف، يبقى عدد الكيلومترات التي لم يتم رصفها هيساوي، هاخد 55 كيلو متر ناقص الجزء اللي تم رصفه اللي هو 25 و78 كيلو متر. برضه عشان أطرح
ده عدد صحيح حط له علامة واحط هنا صفرين. صفر ناقص 8 مش هتنفع، هستلف برضه من الصفر معهوش حاجة، يبقى نستلف من الخمسة أصبحت 4. صفر ده يبقى 9 وده 10. نفس عملية الطرح مكررة في جميع المسائل. 10 ناقص 8 2، 9 ناقص 7 2، علامة قابلتنا نكتبها. 4 ناقص 5 مش تنفع، استلف يبقى دي 4 ودي 14. 14 ناقص 5 9، و4 ناقص 2 2، والتمييز هنا بقى المرة دي كيلو متر. يبقى الجزء المتبقي دون رصف هو 29 صح و22% كيلو متر. المسألة بعدها بيقول لي هنا اشترى رجل 12 طن من الحديد لبناء منزله. يبقى الراجل عايز يبني منزله فمحتاج حديد. الحديد اللي هيشتريه بيشتريه بالطن لأنها هتبقى كميات كبيرة، فطبعا هتوزن أو تتوزن بالإيه؟ بالطن. هنا هيشترى 12 طن. طيب بيقول لي إن هنا إن 8 كيلو الحديد الواحد ب4 جنيه، يبقى 8 كيلو الحديد بيساوي 4 جنيه. طيب أنا دلوقتي عايز أحسب رقم واحد ثمن طن الحديد، يبقى رقم أ هحسب ثمن طن الحديد. طيب طن الحديد بيساوي 1000 كيلو جرام، والكيلو جرام بيدوني في المسألة ب4 جنيه، يبقى هنا عايز أحسب ثمن طن الحديد، يبقى أنا هضرب ال4 في 1000. خطوة واحدة بس ضرب، يبقى 4 في 1000 هيديني 4000 جنيه. ده ثمن طن الحديد. المطلوب التاني عايز ثمن كمية الحديد اللي اشتراها هذا الرجل. طب الراجل اشترى 2 طن، يبقى نقول له ثمن ال 12 طن من الحديد هيساوي ال 4000 اللي هو ثمن الطن الواحد في ال 12 طن اللي احنا اشتريناه، وعايزين نحسب سعره. حط 3 اصفار، و4 في 2 ب8، و4 في 1 ب4، والتمييز هنا جنيه. يبقى ثمن الطن الواحد 4000 جنيه، انما ثمن ال 12 طن 48000 جنيه. نروح على اخر مسألة. بيقول لي هنا اشترى احمد 10 مصابيح بمبلغ 125 جنيه، فكم يبلغ ثمن المصباح الواحد؟ هنا المسألة هنا قسمة. في حالة شراء عدد من المصابيح، عدد من الكيلوغرامات، عدد من المترات. عندي المسألة نوعين، ممكن تكون ضرب ممكن تكون قسمة. طيب لو هو اداني سعر المصباح الواحد واداني عدد المصابيح اللي اشتراها وعايز اجمالي المبلغ اللي هيدفعه، يبقى ده مسألة ضرب. انما هنا لو اداني بقى المبلغ الاجمالي لعدد المصابيح اللي هو اشتراها، واداني هنا عدد المصابيح اللي هو اشتراها وعايز ثمن المصباح الواحد، يبقى هنا المسألة مسألة قسمة. يبقى انا هقول له ثمن المصباح الواحد هيساوي، وهاخد اجمالي تمنهم اللي هو 125 اقسمه على عددهم. طبعا لما اقسم اي عدد على 10 عدد صحيح، هكتب العدد الصحيح زي ما هو واحط له علامه بعد رقم، والتمييز هنا جنيه. مسألة سهلة جدا، خطوة واحدة. وكده انتهت المسائل اللفظية خاصة بمنهج الترم الثاني للصف الرابع.